للأسف اليوم بيان الخارجية السويدية كان بيان معيب، وبيان إن دل على شيء فهو يدل على أنه الخارجية السويدية خرقت القانون ولم تحترم القانون والمحكمة السويدية والدستور السويدي بإدانتها لحرق القرآن. ولذلك أنا أطالب حزب SD، وأطالب رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي اللي استنكر بيان خارجية السويدية السيد ريكارد. أطالب أيضا الخارجية السويدية بتقديم استقالتها، لأن بيانها باستنكار ورفض وشجب لحرق المصحف هو خرق واضح وصريح